هل أنا الوحيد الذي لم يكن يعلم أن محمد علي لم يكن مجرد ملاكم؟ لقد كان ثائرا، رجلا تجاوز حدود الرياضة ليصبح رمزا للأمل والصمود للملايين حول العالم. لنغوص في حياته المذهلة، رحلة مليئة بالانتصارات والتحديات والعزيمة التي لا تلين. ولد كاسيوس كلاي عام 1942، وبدأت رحلة علي في لويفيل، كنتاكي، ومنذ صغري أظهر شرارة ستشتعل لاحقاً لتصبح شعلة من العظمة. في سن 12 بدأ الملاكمة، مدفوعاً بسرقة دراجته وحلم يراوده. كانت هذه الحادثة نقطة التحول، دفعته إلى توجيه طاقته نحو الرياضة التي ستحدد حياته. في سن 18 فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية، مما يدل على عمله الجاد وموهبته الفطرية. وكان هذا الانتصار مجرد بداية لمسيرته الحافلة، لكن الذهب لم يكن سوى البداية. ففي عام 1917 أصبح محمد علي وفاز بلقب بالوزن الثقيل، مما صدم العالم بمهاراته وثقته بنفسه. لم يكن قراره بتغيير اسمه مجرد خيار شخصي، بل كان تعبيراً عن هويته ومعتقداته. جعلته جاذبيته وذكائه السريع ومهاراته التي لا مثيل لها رمزاً عالمياً. لم يكن علي مجرد مقاتل في الحلبة، بل كان سيد الكلمات يأسر الجماهير بتوقعاته الجريئة وحديثه الاستفزازي الشعري. لكن علي لم يكن يهتم باللكمات فقط، لقد حارب من أجل العدالة، واستخدم منجمه للتحدث ضد عدم المساواة العرقية والظلم الاجتماعي ليصبح صوتاً لمن لا صوت لهم. في عام 1960 رفض القتال في حرب فيتنام، قائلاً: ليس لدي أي خلاف مع الفيت كونغ. كلفه هذا الموقف الجريء ألقابه وكاد أن يكلفه حياته المهنية، لكنه رسخ إرثه كرجل مبدأ. رغم تجريده من ألقابه، إلا أنه ظل شامخاً ليصبح رمزاً للمقاومة. ألهمت شجاعته عدداً لا يحصى من الآخرين للدفاع عن معتقداتهم مهما كان الثمن. كانت عودة علي أسطورية، فبعد سنوات من النفي عن الرياضة عاد بقوة، مما يثبت أن الأبطال الحقيقيين لا يستسلمون أبداً. دونت معركتي الدمدار في الغابة وإثارة في مانيلا في التاريخ، لم تظهر هذه المعارك الملحمية برعته الجسدية فحسب، بل أظهرت عبقريته الاستراتيجية وروحه التي لا تقهر. ألهمت صلابته داخل الحلبة وخارجها ملايين الأشخاص. أظهر علي أنه بغض النظر عن عدد المرات التي تسقطك فيها الحياة أرضاً، يمكنك النهوض مجدداً. على الرغم من تشخيصه بمرض باركنسون عام 1984، إلا أن روح علي ظلت قوية، واستمر في إلهام العالم، مبيناً أن القوة الحقيقية تكمن في القلب والعقل. أشعل الشعلة الأولمبية عام 1996، وهي لحظة ستبقى خالدة في الأذهان إلى الأبد. جسد هذا العمل إرثه الدائم والنور الذي جلبه إلى حياة الكثيرين. علمنا محمد علي أن العظمة لا تتعلق فقط بالفوز في المعارك، بل تتعلق بالدفاع عن معتقداتك وإلهام التغيير، وأن تكون أفضل نسخة من نفسك. كانت حياة علي شهادة على قوة الإيمان وتأثير الفرد على العالم. إن رحلته من طفل سرقت دراجته إلى رمز عالمي هي قصة ملهمة عن المثابرة والشجاعة والإيمان الراسخ بالنفس. هل هو الأعظم على مر العصور؟ بالتأكيد. لا يكمن إرث علي في ألقابه فحسب، بل في قلوب وعقول أولئك الذين ألهمهم. تذكروا أن إرث علي لا يقتصر على حلبات الملاكمة فقط، بل هو متأصل في قلوب أولئك الذين يجرؤون على الحلم. تذكرنا حياته أنه مع العزيمة والشجاعة كل شيء ممكن. يتجلى إرثه في الملاكمين الشباب الذين يتطلعون إليه، والجماهير التي تهتف باسمه، وعدد لا يحصى من الأفراد الذين يستمدون القوة من قصته. حلق كالفراشة واسمع كالنحلة. كن مثل علي، اتبع روحه وشجاعته وإيمانه الراسخ بنفسه. دع إرثه يلهمك لتكون أفضل نسخة من نفسك.